يوم 17 أغسطس 1952 الساعة 3:28 دقيقة بعد نص الليل حصل أغرب حدث ممكن يخطر على بالك. قصة يمكن لو شفتها في أضخم إنتاج لفيلم خيال علمي برضو عقلك مش هيستوعبها، بس الغريب إن حكايتنا النهاردة هي حكاية حقيقية. أشلي بلد صغيرة في ولاية كنساس الأمريكية، بلد ريفية وهادية جدا. يوم 17 أغسطس ده الناس حوالين البلد دي صحيوا على خبر اختفائها، ومش اختفاء السكان بس اللي كانوا فيها، لا ده اختفاء كل مباني وشوارع وعربيات وحيوانات. يعني عارف كده لما تقول الارض اتشقت وبلعتهم، اهو ده تقريبا ده اللي حصل هناك. يوم 17 أغسطس 1952 هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قاست زلزال قوته 7.9 درجة. الزلزال ده حست بيه الولايات المتحدة الأمريكية كلها، ولما حددوا مكانه طلع مكانه تحت قرية اسمها أشلي. بالظبط كده، دي الكارثة اللي هنحكي لكم عليها النهاردة. اتحركت الشرطة والإسعاف بسرعة للقرية دي علشان ينقذوا ما يمكن إنقاذه من السكان، بس الغريب بقى إنهم لقوا فتحة في الأرض محترقة، النار كانت ماسكة فيها بشكل كبير جدا.